الزمان اللي عزاز علي لا اله الا الله. يعني بان عليها طل القمر في الليل، بان عليها طل القمر في الليل، بان عليها نور ورود الرمل من حوطيها خط. اسمي عبد الصادق البدرماني الشهرة بتاعتي، واسمي في الورق أحمد عبد القادر محمد البدرماني لعائلة البدرماني. على ما يقولون لنا جدود احنا من قبائل الحمر اصلا اللي اليمانيه، بس سنين طبعا من ايام الفتوحات وقبائلنا موجوده هنا وفي البدرمان في الصعيد في محافظه المنيا، اولاد عمنا هناك عمده البدرمان. وجدنا جاء هنا، احنا جدنا السابع يعتبر جا الواحات هنا ماشي بالتجاره، كان بالقوافل بالجمال، يجوا من وادي النيل يروحوا ليبيا، يجوا من ليبيا يعدوا على وادي النيل. كانت يحطوا الرحال في الواحات علشان يتزودوا بالمية والإبل اللي معاهم ترعى وكذا. فكان في استقرار من قبائل من ليبيا قديمة، وفي من وادي النيل برضه العرب اللي هم بتوع وادي النيل اللي هم في الصعيد والمناطق دي برضه كانوا يجوا بالجمال. فمنهم من استقروا منهم جدنا ذا الحاج محمد ده. المهم طبعا لحياة وجود جدنا هنا في الواحة اتجوز وعاش واشترى أراضي وكذا وتخلفوا. ومن كان من ضمن القبائل اللي هي أصلا جاي من ليبيا قبائل حداد اللي منها ولدتي أنا وجدي اللي هو صاحب الحطية دي اللي أنا مولود فيها دي، حطية الشيخ. طبعا أنا ذكرت تاريخ الميلاد في سنة 47 في شهر 9. أيامنا كلها عديناها هنا، الطفولة والصبا والشباب، وفوق غرود الرمل دي هنا احنا وولاد اخوالنا 5 بيوت او 4 بيوت موجودين هنا بس، وما كانش المباني هنا ده اللي موجود ده ولا اي حاجة خالص. كانت الحياة كذا تعدي بتؤدى وببطء جميل، وفي تعاون وفي محبة وفي عبادة وفي تأمل في خلف معي أنا موضوع أن أنا حبيت الموسيقى والشعر. احنا كنا واحنا صغار يعني في سن 10 و12 سنة كذا، والفترة دي بيبقى عندنا غنم كتير وماعز، والجيران عندهم نطلع احنا الصبية ناخذوا الغنم بتاعتنا والماعز بتاعنا ونطلع ونرعوا بيها في المراعي العقول وفي المراعي دي. فكان وسيلة التسلية بتاعتنا عندنا عند عين المية في القصب ده اللي هو بيعملوا منه الغابة اللي هو بتاع الأرغول وبتاع المزمار ده. فكنا نصنعوه، الكبار عارفين، يروحوا عاملين لنا زي المقرونة كده، احنا نسموها الستوية، يعملها لنا ويظبطها وننفخوا فيها ونزمروا. ففي مننا من الشباب الصبية اللي معانا أجادوا العزف عليها، أنا كنت بنعزف عليها برضو. ونلموا في آخر النهار قبل غياب الشمس نلموا الغنم والماعز بتاعنا ونروحوه برضو مع شوية موسيقى مع بعضينا. بعد كده لما كبرنا بقينا نرعوا بالجمال بتاعتنا برضو في ايه. انا كنت نقرا في المدارس ونسافر مصر، حتى الاعدادي خدتها من مصر، ما كانش فيه في الواحات مدارس اعداديه، ولكن في الاجازات كنت نجي ونتفاعل مع اللي موجودين في الحياه بتاعتنا في الحطيه هنا. بعد كده انا لقيت العزف على دي مش عارف، عندي شعر عايز نقول، فاتجهت لاني نتعلم السمسمية. جبت
بدائيا كذا علبة، وقعدت نعمل لها عصي ونظبط ومش عارف ايه. يمكن ده الكلام ده له 40 سنة. لما وصلت الوقت بقت فيه نعزف عليها، وبقى لنا منها يعني ايه السهرة والطرب بتاعنا مع بعض. من ضمن الحاجات انا قايل على الحطية دي اللي انا فيها دي دلوقتي اللي احنا قاعدين فيها، قول شعر مع اغنية برضه باسم الحطية. لما توفت والدتي الله يرحمها كانت ساكنة في البيت ده اللي مهدم ده دلوقتي. في الأول هي بنت الراجل صاحب الحطية أصلا، وبعدين أبويا بنى البيت ده هنا وبقينا عايشين فيه هنا، وكانت والدتي الله يرحمها هنا. بعد وفاة والدتي أنا ما قدرتش نجي هنا خالص، قعدت يمكن 6 سنين. وبعدين جو جماعة أصحابا لي من مصر عارفين القصة وكذا معايا، قالوا لازم نروح، وجيت معاهم. طلعت في الغردة الرملة هنا اللي عند النص هنا، بصيت لقيت النخل واقف، والمية راحت بعد وفاة والدتي بسنة، مية خلصت، من عادش فيه مية في الحطية. المهم فأنا روحت وأنا زعلان، وتذكرت بقى الايه أيامنا وأيام الناس اللي ربونا، الناس البركة. قلت رميت النظر لبعيد، رد النظر حاسر، خطر عليه في الخفا مواعيد، أيام كان القلب فيها على الغلا جاسر. يا ما لعبنا في الخلاء تحت ضي القمر، وكانت العين لهية. أيام يا أخوي كانت الدنيا خضرة في لون الخضار، تضحك وزاهية. وكنا طرابة ونسهروا في الليل ويا غناوي الراعي ولعبة عظيمة ليل. يا خسارة راحت الأيام وتبدل التبديل، وراحوا عصارة حبايبي عصرانين، حبايبي كانوا فراسين وما لهمش مثيل. أنا ما نسيتهم، إذا لهم على الدوام فاكر، وما نسيت الله خالقني وأنا له على كل شيء شاكر. وطل القمر في الليل على الحطية، خطر زمان اللي عزاز علي، خطر زمان أيام كنت نجيها وبالحضن نتقابل مع الغالية. وين الغوالي؟ لا يوم هانوا ولا تنسوا من بالي، يا ما زهينا أيامنا وليالي، ندق طبول الحظ حرصية. راحوا أحبابي وراح الزهاء، وأيام عز شبابي، وتاهت بنا الدنيا وراحوا أصحابي. الأحباب راحوا والبيوت انهدت، وتميت نبكي دمعتي ما سدت، والعين جفت ما تلاقي مية. لا إله إلا الله على الحطية. وزاد بكاية مقهور من الدنيا، قليل نجاية، تسكب دموعي بعدك يا ماية، من يوم رحتي راحت الحنية. لا إله إلا الله على الحطية. نرد عيني اللي هي بتبصر دي، ما تعرفش، ما عندهاش مخ، ما عندهاش تفكير، بتسألني. العين قالت لي عدى وين؟ عزازي راحوا مش باينين. جضيت انا. العين قالت لي ليش تجض؟ كما قعود وحمله هد، برم على الحاوية والشض، وبارك معقول عقالين. وهي تسألني عدى وين؟ قلت لها يا عين كفاية، فكينا من هالسهراية، هذه هي رادة مولاي، على الغاليين معاهم نبقوا يوم الدين. اوعي تسألني عدى وين؟ على الحاطية خطر زمان اللي عزاز علي، لا اله الا الله. يعني بان عليها طل القمر في الليل، بان عليها طل القمر في الليل، بان عليها نور ورود الرمل من حوطيها. خطر زمان ايام كنت نجيها وبالحضن نتقابل مع الغالية.
ويا القمر والليل عالحاطية، الليل عالحاطية طل القمر. ايوه قول. يعني وين الغوالي لا يوم هانوا لا تنسوا من بالي، لا اله الا الله. وين الغوالي لا يوم هانوا لا تنسوا من بالي، يا ما زهينا يا مناوي الليالي، يا ما زهينا يا مناوي الليالي، ندقوا طبول الحظ حراسية ويا القمر والليل عالحاطية. يا دنيا عالدوين العين قالت لي، عالدوين العين قالت لي، عالدوين عزازي راحوا ومش باينين العين قالت لي، عالدوين الدوين العين قالت لي، عالدوين عزازي راحوا ومش باينين العين قالت لي. العين قالت لي ليش تجضك ما قاعود وحمله هدك، العين قالت لي ليش تجضك ما قاعود وحمله هدك ما قاعود، ابرم على الحاوي والشط وبارك معقول عقالين وهي تسألني عالدوين. هي هي العين قالت لي عالدوين عزازي راحوا ومش باينين، يا عين كفايه قلت لها يا عين كفايه فكينا من هالسهرايه، يا عين كفايه قلت لها يا عين كفايه فكينا من هالسهرايه، هذه إرادة مولاي هذه إرادة مولاي، عالغاليين معاهم نبقوا يوم الدين، وعين تسألني عالدوين عالدوين العين قالت لي عالدوين عزازي راحوا ومش باينين العين، يا العين يا العين.